صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا وعم يتابعونا على البث المباشر، وسواء كان على الاف ام 103.5 او كان على صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح اكون انا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور محمد عبد القادر خليل، اختصاصي بامراض القلب والاوعيه الدمويه، خريج جامعه دمشق، ماجستير بامراض القلب والاوعيه. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدا لقائنا. يسعد مساك دكتور. مساء الخير استاذ عماد، ومساء الخير لكل المشاهدين. اكيد نحن مبسوطين بوجودك معنا دكتور. الله يسلمك. طبعا اكيد المستمعين رح يكونوا مسرورين جدا، ونحن رح نكون مسرورين لما بتتابعونا وتشاركونا بآرائكم، سواء كانت اسئلتكم. بتأغنوا لقائنا بتليفوناتكم واسئلتكم عبر الاتصال بالرقم الارضي 429 101. مثل ما ذكرنا الأرقام واضحة على الشاشة، وعبر الواتساب برسالة 093 82 81 4، وعلى صفحتين إذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر أي تعليق أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. موضوعنا لليوم موضوع هام جدا، حبينا هيك نحكي عنه. هي بين قوسين الذبحة الصدرية أو الخناق الصدر أو الخناق الصدر، إذا جاز التعبير. أكيد الدكتور رح يشرح لنا إياه بشكل موسع. يا ترى شو هو الذبحة الصدرية، شو هي الأعراض اللي بتظهر على المريض، شو هي الأسباب، عوامل الخطورة، والعديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا. لكن بالبداية الدكتور محمد رح يشرح لنا يا ترى شو هو الخناق الصدري أو خناق الصدر والذبحة الصدرية. نحن ما بنعرف، الدكتور رح يشرح لنا يعني. صراحة الموضوع خناق الصدر على قد ما هو شائع، على قد ما هو مهم كتير، علاجه كتير مهم. اختيار العلاج الصح هو الأساس بالعلاج دائما. ترتيب الخطوات بالعلاج. خناق الصدر هو يعني ببساطة وباختصار اضطراب بين حاجة العضلة القلبية للأكسجين وبين الوارد العضلي من الأكسجين. يعني أي سبب بيعملنا اضطراب باستخدام الاكسجين للعضله القلبيه للخلايا العضليه راح يعمل لنا شيء هو خناق صدر، الم صدري. سواء كانت الموضوع مثلا معتمد على الصمامات، المشكله بالصمامات، مشكله بالجدران العضليه القلبيه بذاتها، مشكله بالاوعيه الاكليليه واللي هي الاشعه، المشكله الاشعه يعني. تمام. اذا هي عباره عن خلل آلي بآلية عمل القلب. تمام. يعني خلل بآلية عمل القلب بين حاجه للاكسجين والوارد. تمام. نقص فيه بوارد الاكسجين للخلايا العضليه القلبيه. تمام. هاي تمام. دكتور طيب، هلا المستمع عم يسمعنا يا ترى في كتير ناس مثلا هلا بالمصطلح الطبيب تراجع طبيب يقول لك في ألم شرسوفي، قصة ألم شرسوفي يعني بمنطقة الصدر، منطقة بيختلط الأمر بين المرضى مثلا لحتى ما يأهملوا حالهم. في منهم يعني بيأهملوا على مستوى انه والله معدتي عم توجعني، او مثلا عم يضيق نفس او كذا. ممكن نبسط الموضوع للمستمعين انه اعراض هالحالة
الوصفيه هي تمام. هلا انا رح احكي بشكل وصفي لانه في كتير مرضى وخاصه المرضى اللي عندهم سكري الاعراض ما تكون وصفيه عندهم. في السنه هاي رح نحكي على الشكل الوصفي لخناق الصدر. تمام. صراحه العرض الاساسي هو الالم الصدري. هو الم صدري بيكون ضاغط بمنطقه الصدر، بمنطقه منتصف الصدر كامله. قد ينتشر الى الفك السفلي للكتف اليسار للذراع اليسرى، بس بشكل عام هو تموضع الالم المكان الرئيسي هو الصدر. الم ضاغط عاده يزداد بالجهد. أيوة. يعني هو مرتبط بالجهد. غير مرتبط بحركات التنفس. ايوه يعني اخذ النفس الشهيق والزفير ما بيزيد الوجع، بالعكس المفروض يريح شوي. ما فينا نحدده باصبعنا او أيوة. نقول مثلا والله هون واجعني واجعني هذا مكان الوجع، لا هو عاده الوجع بالصدر كله ككتله هيك، ككتله كامله. نعم. تمام. قد تترافق مع اعراض وديه، يعني مثلا تعرق، غثيان. يعني الالم الصدري يترافق مع هالاعراض. الوجع قد يكون بالمنطقه المنطقه الشرسوف، يعني اللي هي بنقول لها راس المعده او المنطقه نعم. العليا من البطن، وهي خاصه بنوع محدد من نقص الترويه، يعني بالاحتشاء السفلي خلينا نقول. هي الاعراض الرئيسيه يعني بالخط العام. هي وجع بالصدر يعني مرتبط بالجهد تماما، يزداد بالجهد. استمراريته ما مستمر، بياخذ شكل نوبي، يعني مثلا عاده بيزداد وبينقص، مو انه والله وجع ثابت صار لي ساعتين عم يوجعني صدري، هذا غالبا ما هو وجع قلبي. تماما. هي الصفات دكتور، عم الأساسية. نقصد بالجهد يعني الصعود، المصعد، الدرج، تماما. ممارسه اي جهد، ممارسه مثلا فرضا حامل وزن وعم تمشي، مو ضروري مثلا عم تطلع الدرج. أيوة. مثلا حتى الاعمال المنزليه. أيوة. في منهم على الجهد الخفيف بقى، في اخر درجات الخناق بقى على الاكل قبل ما يصير الخناق على الراحه. بالضبط. بس وانت عم تاكل مثلا بيصير في وجع بالصدر. تمام. اكيد. دكتور، هلا ضمن سياق حديثك ذكرت موضوع يعني استثنيت كانه يعني استثنيت مرضى السكري، يا ترى اشاره الاستفهام هون شو؟ مرضى السكري صراحه الاعراض عندهم ما بتكون وصفيه ابدا. نحن كلياتنا بنعرف المرضى السكري بيصير عندهم شيء اسمه اعتلال الاعصاب. بيصير في اعتلال بالاعصاب اللي بتعصب جدار الشرايين. نعم. وبصير في يعني الاعراض عندهم ما عاد تكون نموذجيه ابدا. يعني مثلا مريض السكري صراحه اي عرض لازم ناخذه بعين الاعتبار وننفي سبب قلبي له، سواء كان شويه تعرق، شويه غثيان، مثلا احتمال يقول لك والله مثلا بطني وجعني شوي، ايدي اليمين نملت مو اليسار. تماما. يعني اعراض عند مرضى السكري غير نموذجيه ابدا بسبب اعتلال الاعصاب. بتصير انه العتبه القلب عندهم تصير يعني تتغير. حلو كثير. دكتور، الاسباب، عوامل الخطوره بالنسبه لخناق الصدر او الذبحه الصدريه. تمام. صراحه اهم سبب هو العمر. يعني العامل الخطوره الرئيسي هو التقدم بالعمر. تمام. كل ما تقدمنا بالعمر اكثر كل ما كان في خطوره اكثر انه يصير في عندنا خناق صدر. تمام. ثاني عامل خطوره هو العامل الوراثي. ايوه. في عوائل منتشر فيها كثير مرضى انه هن مرضى نقص ترويه بشكل عام. في عوائل يعني ما عندهم مشاكل قلبيه بشكل بالخط العريض. اذا بدك مثلا الوراثي حتى بيلعب باصابه انه شريان محدد عم ينصاب عندهم من الاوعيه الاكليليه. يعني حتى نحن لاحظنا خلال الممارسه السريريه حتى هي الشغله موجوده. مثلا العائله الفلانيه والله دايما عم يصير عندهم نقص ترويه على شريان منعكس مثلا او الامامي. لا انه قصدي الوراثه لهالدرجه انه بتلعب دور. سبحان الله. بهذا الموضوع. تماما. الضغط، ارتفاع التوتر الشرياني. أيوة. عامل رئيسي، عامل خطوره رئيسي وضبطه كثير مهم. مرضى السكري مثل ما قلنا عامل خطوره رئيسي لتطور التصلب العصيدي. التصلب العصيدي هو الآلية الأساسية مثل ما قلنا، يعني هو السبب الرئيسي لخناق الصدر هو الداء الإكليلي. يعني الشريان الإكليلي هو الشريان اللي بيروي العضلة القلبية. هلا اكيد رح نفصل فيهم شوي. اكيد رح نتطرق ارتفاع الشحوم، ايضا الكوليسترول، وبالاخص الكوليسترول الضار LDL هو عامل خطوره رئيسي. وطبيعه الحياه، الجهد في مثلا في عالم ما عندهم جهد فيزيائي ابدا، في عالم ما بتمارس رياضه ابدا، هاي كمان عامل خطوره. النظام الغذائي السيء ايضا كمان بيلعب. والحالات النفسيه، الضغط النفسي اكيد طبعا 100% يعني يندرجوا تحت الاسباب. دكتور، هلا بالانواع هلا بس نوصل للانواع. اكيد في وقت العامل النفسي رح نحكي عنه، هو تمام. محرض رئيسي لشيء اسمه تشنج اكليلي. طالما وصلنا لموضوع الانواع دكتور، يا ترى يعني هلا المستمع عم يسال حاله يا ترى الذبحه الصدريه او الخناق الصدري دكتور، قبل ما نتطرق هي بتتسمى الجلطه القلبيه ولا لا؟ الجلطه القلبيه هي وحده منها. هلا خناق هلا بالانواع. تمام. يا ترى المستمع عم يسال حاله في لها انواع الذبحه الصدريه؟ صح. هل هي اكيد الانواع ما رح نحكي بالمصطلح العلمي لانه هن بيسموه مع ارتفاع وصلة استي بدون ارتفاع، ما رح نفوت بهالتفاصيل.
خناق الصدر هو 3 انواع بالشرح البسيط. خناق صدر مستقر اللي هو بيجي بس على الجهد، على ممارسة الجهد المريض بيصير عنده اعراض وجع صدر. نعم. نفس الاعراض الخناقيه اللي حكيناها من شوي بتصيبه على الجهد، هو عم يمارس جهد محدد، مثلا بيقول لك انا بمشي 500 متر او بطلع ثالث طابق بيوجعني صدري، بس ارتحت دقيقتين 3 بيروح وجع الصدر. تمام. هذا خناق المستقر، وهو يعني الاسلم بيناتهم اللي فينا غالبا نسيطر عليه بالدواء. خناق الصدر غير المستقر هو اي خناق صار فيه تبدل بصفاته. يعني مثلا المريض كان على 200 متر يوجعه صدره، صار على 100 متر، هون بنقول ما دام تغيرت صفات مدة المشي او الجهد الممارس، هون صار اسمه غير مستقر. الغير مستقر غالبا بيجي على الراحه. ايوه. يعني المريض بيكون قاعد ومرتاح ما عم يشتغل شيء، بيقول لك والله وجعني صدري 4 دقائق 5 دقائق، حسيت مثل ضغط على صدري، بعد 5 دقائق راح لحاله. هذا خناق صدر غير مستقر. الاحتشاء واللي هو الجلطه القلبيه تماما، هو النوع الاخطر، النوع اللي بيكون فيه الشريان انسد على الاخير، ما عاد انه نحن بمرحله تضيق الشريان، شريان انسد على الاخير. هون المريض بيصير عنده وجع بصدره بيطول نص ساعه، غالبا الوجع بيكون شديد كتير، وهون بقى لازم التدخل يكون كتير سريع. بقى التدخل والمريض لا يأهمل حاله طبعا، والطبيب اللي عم يشوف الحاله لازم اكيد يتدخل، يعني يتدخل بشكل سريع كتير اكيد، سواء كان طبيب القلبيه او غير طبيب موجود، يعني بين اي نقطه طبيه راجع المريض. تمام. اذا هذول من الانواع الثلاثه. تمام. مستقر غير مستقر احتشاء، خلينا نقول احتشاء. تماما. دكتور، هلا كل هالحكي هذا عم تشخصوه بالعياده، بالفحص السريري، بالقصه المرضيه، بالحاله، شو هن الاجراءات التشخيصيه، ادواتكم اللي عم تشخصوا الحاله 100%؟ يعني تمام. الجولد ستاندر والمعيار الذهبي لنشخص هيك حالات هو الاستجواب صراحة. يعني مريض جانا تخطيط القلب عنده طبيعي، والايكو عنده طبيعي. في شاب رفيقي دائما بيناقشني بهذا الموضوع انه الايكو طبيعي ولا هي كيف، لا، التخطيط طبيعي والايكو طبيعي، هذا لا يعني انه الشرايين القلبية وضعها طبيعي. ايوه. تمام. المعيار الذهبي هو مثل ما قلنا هو الاستجواب. اذا المريض عنده الم صدري ندقق بالاستجواب، هل هذا الالم هو صفاته قلبيه؟ هل هو مرتبط بالجهد؟ هل هو مرتبط بحركات التنفس او لا؟ طبعا نحن قلنا الخناق غير مرتبط بحركات التنفس. هل هو بيستمر بالدقائق ولا بيستمر بالساعات الطويله؟ هل هو يعني مثلا تشنج بعض القفص الصدري؟ نتيجه القصه المرضيه، نتيجه الاستجواب، استجواب المريض، الاسئله اللي بيسالها المريض والاجوبه اللي باخذها منه. بالضبط. هي المعيار الذهبي صراحه. لانه خناق الصدر المستقر وغير المستقر بالعاده بيكونوا يعني تخطيط القلب طبيعي عندهم. نعم. اذا ما عندهم مشاكل قلبيه قديمه الايكو غالبا راح يكون طبيعي. معيار اللي بيساعدنا بالتشخيص، مثلا في عندنا معيار اختبار الجهد. نعم. اختبار الجهد هو مثل جهاز رياضه، سواء كان بساط او بسكليت، يعني جهاز مشي او بسكليت. بنوصل المريض على تخطيط قلب وبنخليه يمارس الرياضة على الجهاز، وبنراقب تطور التطورات والأعراض عند المريض بناء على الجهد اللي دا تكونوا موصولين على الجهاز والجهاز قدام عنا. نعم. إذا صار في عنا تبدلات بالتخطيط، تبدلات محددة، والمريض مع هالتبدلات قال والله أنا هلا هون حاس مثل الضغط على صدري، وقفناه قعدناه دقيقتين 3 راح الوجع، هون نتأكد إنه معناتها هذا المريض عنده نقص تروية حقيقية. وعلى أساسها بقى بنشوف إذا كنا مبلشين بالأدوية بقى بدنا ننتقل للقسطرة. هلا بالعلاج بنحكي بهالتفاصيل. اكيد بالعلاج. تمام. دكتور، اثناء يعني هاي الاجراءات طبعا القسطرة القلبية هو العلاج الجواب الشافي، يعني اكيد هو ما حدا بيورجينا الأوعية الكلينية انه هذا استقصاء يعني بالعيان، يعني مثل ما بيقولوا. اكيد هلا رح نتطرق للموضوع هذا، لكن دكتور الاجراءات اللي باعتبار هلا الطب على تطور على قدم وساق، الاجراءات هاي البروتوكول هذا هو التطور، في شيء اضافي ثاني مثلا؟ هلا عفوا في شغله انا نسيت اقولها بالانواع. هلا في احيانا انواع خناق صدر، يعني نحن قلنا بالاساس بالتعريف هي اضطراب بين الحاجه والوارد من الاكسجين. تمام. ففي امراض كتير بيكون هي بتعملنا هالاضطراب، يعني الاوعيه الاكليليه، الاوعيه المسؤوله عن ترويه القلب بتكون طبيعيه، بس في عندنا مشاكل ثانويه هي اللي خلت مثلا القلب ما ياخذ حاجته من الاكسجين. تمام. مثل فقر الدم الشديد مثلا. أيوة. مثل المريض اللي بيكون عنده فرط توتر شرياني مزمن، صار عنده سماكه بجدار القلب. اذا يسمى كاذب هذا مثلا؟ هذا خناق صدر مو كاذب، خلينا نقول هذا النوع الثاني من الخناق. بالتصنيف نوع ثاني، هو
اضطراب بين الهي يعني أيوة. يعني في سبب غير اكليلي عم يخلينا انه يصير عند المريض عضوي يعني. تمام تماما عضوي ولكن ليس اكليلي. يعني ليس يعني مو الاوعيه اللي بتروي العضله القلبيه هي اللي فيها المشكله. المشكله بشغله ثانيه. في مرضى صمامات يعني في بالقلب 4 صمامات. في صمامين منهم بشكل اساسي اذا كان فيهم تضيق المريض بيصير عنده اعراض خناقيه نظام وصفيه. بيصير عنده وجع بصدره مرتبط بالجهد. بعدين بيصير على الراحه بعد فتره بيقول لك والله صدري ما عم يرتاح. بتعمل قسطره بتطلع طبيعيه بتعمل بس الايكو هي خطوه سابقه بتكون بالايكو شايف انت في تضيق مثلا بالصمام الابهري متوسط الشده شديد هو اللي عم يعمله الاعراض. اكيد. رح اذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا انتم هلا عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. متابعينا ومستمعينا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور محمد عبد القادر خليل اختصاصي بامراض القلب والاوعيه ماجستير بامراض القلب والاوعيه الدمويه خريج جامعه دمشق. ضيفنا بالاستديو واليوم عم نحكي عن موضوع خناق الصدر او الذبحه الصدريه. طبعا كتير محاور حلوة ناقشناها ومهمة جدا حكينا عنها. لا وصلنا لموضوع آلية التشخيص والإجراءات التشخيصية. لا رح نتطرق لموضوع العلاج. أي حدا حابب يسأل وينضم لنا تأغنوا لقائنا ما تترددوا تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير على صفحتي الإذاعة عبر رسالة. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم عبر الواتساب. أيضا كل الأرقام واضحة على الشاشة 093 82 80 81 4. رح نجاوب على أسئلتكم بكل سرور. طبعا نتمنى السلامة لجميع مستمعينا اللي عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا. دكتور موضوع العلاج أكيد نحن بصدد الحكي عن العلاج. الدكتور شخص المريض الحالة الفلانية النوع الفلاني انت كذا 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 أخذ القصة المرضية وصار عنده يعني على دراية بالموضوع. العلاج شو بيكون؟ اول شغله بدنا نتاكد انه مريضنا ما عنده احتشاء عضله قلبيه ما عنده جلطه. التاكيد هو التشخيص يعني تشخيص الاحتشاء هو بالتخطيط وبالانزيمات القلبيه. التخطيط بيصير في عنا تبدلات محدده بتدلنا بتكون على مساري متجاوره بتدلنا انه شريان محدد من شرايين العضله القلبيه معناها صار في عليه انسداد. هون التدخل فوري بالقسطره القلبيه. نعم. لانه خلال 120 دقيقه إذا ما كنا قادرين نوسع الشريان المريض لازم نعطيه مادة بتحل هالخسرة الخسرة اللي سادة الشريان. طبعا إذا في قسطرة القسطرة هو علاج الأفضل تركيب دعامة سواء يعني احتجنا دعامة أو مثلا مشي الحال كان خسار ونحل بشكل عفوي أثناء القسطرة. ما كان في عنا احتشاء عضلة قلبية وقت بقى منقارب مثلا مريضنا نحن متأكدين إنه هو عنده خناق مستقر. نعم. أول شغلة بدنا نعطيه أدوية وقائية. العلاج الدوائي بينقسم لقسمين أدوية وقائية مشان ما تطور الحالة مستقبلا والثانية هي أدوية مضادة للخناق مشان نسيطر على الأعراض مشان المريض ما عاد يصير عنده ألم بصدره. الأدوية الوقائية صراحة هي يعني مضاد لصاق صفيحات اللي هو الأسبرين المشهور كتير أو أنواع أخرى من مضادات لصاق صفيحات إذا كان في تمام وخافضات الكوليسترول. هي الأدوية الوقائية بشكل أساسي. نعم. هدول لازم أي مريض عنده خناق صدر ياخذهم مشان ما تطور عنده الحالة ويعاد تقييم بعد 6 شهور لاحقا. الأدوية اللي بدنا نسيطر فيها على يعني على الأعراض على الألم الصدري هي يعني 3 أنواع بتلعب على زمن التروية القلبية يعني على الميقاتية خلينا نقول وموسعات الأوعية. يعني راح نحكيها بالخط العريض هي حاصرات بيتا. نعم. هي النترات اللي بتوسع الأوعية نيتروغليسيرين وهي حاصرات الكلس ودواء جديد اسمه رانولايزين. يعني هدول الأكثر شيوعا بالاستعمال تماما كعلاج دوائي. بس مثل ما قلنا إذا المريض كان في عندنا علامات بالتخطيط إنه هو عنده احتشاء عضلي قلبية أو عملنا خمائر القلبية. الخمائر القلبية شو هي عبارة عن أنزيمات موجودة ضمن العضلة القلبية بتنفرز على الدوران الدموي وقت يصير في تموت بهالخلايا. تماما. يعني هي بتعطينا دليل إنه في جزء من العضلة القلبية صار فيه نخر حاد هلا. نعم. حاليا عم يصير نخر تماما. هي التروبونين هي الأكثر نوعية. هو كان بدي أحكي عنه. والسي ام بي والميوغلوبين. تماما. دكتور هلا بضمن التحاليل هلا بنسمع احيانا انه والله حاله الخناق كانت حاليه استقر المريض مكث بالمشفى لساعات معينه اخذ ادويه محدده بالوريد وعملوا له تحليل التريبونين طلع سلبي. تمام. الزمن المفروض انه ينعمل فيه او يعني في شيء من هالقبيل هذا. طبعا هلا لو نحكي عن تمام. هلا هن صراحه 4 انزيمات قلبيه. نعم. الميوغلوبين هو غير نوعي
اي انحلال عضلي بجسم بيصير بيرتفع فيه الميوغلوبين، بس هو الاسرع ارتفاعا. من 1 ل4 ساعات بيرتفع الميوغلوبين صراحه. نعم. السي كي والسي كي ام بي هني بيرتفعوا بشكل اسرع من التروبونين، بس التروبونين هو الاكثر نوعيه. بيوجهك تماما. هلا هو عاده خلال اول ساعتين ما بيكون ايجابي، بيكون سلبي تماما. فنحن بنسحبه وبنعيد التحليل بعد 6 ساعات. نعم. واذا كان كمان سلبي بنعيد بعد 24 ساعه، بس عاده يعني خلص اذا اول تحليل سلبي بعد 6 ساعات سلبي نحن بنقول معناتها ما في نخر حاليا بالعضله القلبيه. صح. بس هذا لا يعني انه ما في مشكله، يعني الشريان غير مسدود تماما، بس احتمال يكون في عليه تضيق مثلا 90%. في هون كمان تماما، هون بقى بدنا ندخل حسب الوضع السريري استقصاءات اخرى تتبعوها. تمام. في الاخ ارمين علي يعني هو كمان بعد تعليقه. مساء الخير، عفوا من الدكتور، لكن عندما يتبين سلامة القلب والشرايين من خلال الفحص والتصوير فهناك سبب رئيسي للألم وتشنجات الصدر، وهو النقص الشديد في الفيتامينات الأساسية مثل المغنيسيوم والبي 12 وغيرها، حسب ما حصل معي شخصيا. وتشخص الدكتور الهولندي حتى أخذت فيتامين بي 12 حقن عضلي وليس حبوب. طبعا أكيد الأخ معناته مقيم هو بهولندا. هي أسباب صراحة معه حق، هي أسباب صراحة نادرة ما طرقنا نحن بالعرض. أكيد في طبعا المغنيسيوم صراحة هو الشاردة الرئيسية بالجسم. نحن سابقا كنا دائما نقول البوتاسيوم هي الشاردة اللي بتنظم كل شيء بالجسم، بس لا، تبين لاحقا ان المغنيسيوم هو حتى اللي عم ينظم البوتاسيوم. ايوه. المغنيسيوم شاردة مهملة. ايوه. صراحة موجودة بأغذية محددة مثل مثلا الموز، الفريز، الشوكولاتة الداكنة، المكسرات. أيوة. شاردة رئيسية، معايرتها كثير صعبة. ايوه. يعني حتى بالتحليل ما بتعطينا نتيجة دقيقة انه هذا الشخص عنده المغنيسيوم نازل او لا، بتعطينا شيء تقريبي يعني. علاجه يعني مثلا حتى اذا مريضك شكيت انه عنده نقص مغنيسيوم وصفت له اياه ما في مشكله، يعني غالبا ما بيعملنا اي مشاكل. اذا يعني استجوبنا مريضنا، شفنا سالناه المغنيسيوم انت مثلا شو عم تاخذ اغذيه، شو اعتمادك. أيوة. حسيت انه هو ضمن اغذيته ما عم ياخذ مغنيسيوم، مو غلط انك تجرب تعطيه العلاج. الا اذا في مخبر كثير واثق منه. صراحه موضوع المغنيسيوم انه توسعت القرايه عنه سابقا. عدد المخابر اللي هي يمكن مو موجود بسوريا، مخبر بيعايره بشكل دقيق كثير، لانه هو غالبا مو جائل ضمن هي، بيكون محفوظ بالانسجه. تماما. شكرا لمداخلتك اخ ارمين، اكيد نتمنى لك السلامه باعتبار انت ذكرت انه انت مريض. تماما. نوجه تحيه للجميع اللي عم يشاهدونا ويبعثوا لنا سلامات، اكيد مسرورين بمشاهدتكم ومداخلاتكم. نحن اكيد بنستنى منكم أسئلة أو أي مداخلة معنا، أي مشكلة. هلا دكتور، لو ننهي موضوع العلاج، الاستقصاءات الأخرى مثلا بعد إذا المريض ما استجاب على الأدوية، وشو الاستقصاءات الأخرى يعني اللوازم اللي بيلزم للمريض مثل القصة القلبية أو غيرها؟ هلا صراحة مريضنا ما استجاب على الأدوية، بدنا ننتقل يعني إجراء التشخيص. إذا نحن متأكدين إنه في خناق صدر ومريضنا نموذجي يعني ومشخصينه اساسا مثلا كان باختبار الجهد او بالايكو الجهدي، مثلا على اثناء الجهد عملنا ايكو القلب تغير، صار في تغير بحركيه القلب، او بالايكو بالحقن مثلا الاشعه البوزيترونيه وشيء هي مو موجوده يعني صراحه موجوده بالشام. اذا كنا متاكدين من التشخيص والعلاج الدوائي ما قدرنا نسيطر، فغالبا نحن الطريقه الافضل نتوجه للقسطره القلبيه، نشوف اذا التضيق هون بقى تضيق كان فوق 70% والشريان قطره اكثر من 2 ملي، بدنا نركب دعامه حصرا، يعني بدنا نركب شبكه قلبيه. طلع معنا تضيقات مهمه، مثلا طلع عنا المريض عنده خناق تشنجي، يعني هو مثلا عنده تشنج كليلي، على اثناء الحقن بين معنا انه صار في تشنج، او عملنا اختبار الاستيل كولين، يعني شغله متقدمه، شغله انه علميه شوي بحته. طلع المريض عنده تشنج كليلي، كمان في علاج دوائي لهذا الموضوع بيختلف عن علاج الخناق تماما. نعطي ادويه محدده بنسيطر عليها، او اذا كان في تضيق واضح اكثر من 70% بدنا نركب شبكه تماما. واذا احتاج لاكثر من شبكتين فالمريض هذا المريض بقى بصير باستشاره استشاره بينه وبين الجراحه، شو بنقيم الوضع يعني وبنختار الافضل. بتصير حاله ثانيه تماما. دكتور، قبل ما ننتقل لموضوع النصائح الوقائيه، نحن اذا ضل اي محور حابب تحكي عنه انه ما تطرقنا عليه، نسينا شيء، إذا عندك أي شيء فرح ننتقل لموضوع زبدة لقائنا وخلاصة المقابلة الجميلة والحلوة. نصائح وقائية للمستمعين وللمرضى وللأصحاء حتى يعني. تمام. هلا أول شغلة نحن بدنا يعني عوامل الخطر بدنا نوقي حالنا منها مشان ما يصير عندنا. تمام. نعم. فرح يعني بانطلاقا من عوامل الخطر رح نحكي عن الوقاية. أول شغلة
التدخين لازم نبعد عنه. التدخين صار منتشر كتير بالمجتمع، حتى بالمجتمع النسائي قبل ما كان منتشر كتير، صار منتشر كتير بمجتمعنا تماما. الأرجيلة انتشرت كمان كتير، هي واسع. تمام، هي خطر مثل خطر الدخان. اليافعين للأسف. اي والله للأسف نحن كمان منهم يعني من نوجر. تماما. الابتعاد عن التدخين صراحة، الابتعاد عن أول شيء تعديل نمط الحياة، الابتعاد عن الأكل الجاهز قدر الإمكان. نعم. الابتعاد عن خلينا نقول الدهون غير المشبعة. نعم. المقالي، الأكل الجاهز، الأكل الجاهز كله اعتماده عن القلي وعلى الزيت النباتي السيء صراحة، يعني نعم. مو الأنواع الكويسة. ثاني شغله ممارسة الرياضة، هي من ضمن تعديل نمط الحياة. نعم. بعدين المريض إذا عنده ارتفاع توتر شرياني أو سكري أو ارتفاع شحوم أو ارتفاع كوليسترول الدم، ضبطه بشكل دقيق وتواصل بشكل دوري مع الطبيب المشرف على الحالة، مشان ما يصير في أي خلل، ما يكون في أهبة لتطور تصلب عصيدي ومستقبلا بقى خناق صدر. تمام. غير هيك هدول هيك شغلات. دكتور، طيب هلا بدي اختم بهالسؤال هذا ونختم لقائنا. مريض شخص صحيح، ما له عليل، ما عنده اي مشكله، عمره 40 سنه 50 سنه، شو بتنصحوا للشخص هذا اللي ما زار ولا يوم طبيب؟ شو بتنصح المريض هذا؟ بنصحه يمارس رياضة وياكل أكل صحي ويبتعد عن التدخين فقط لا غير، ما في داعي يراجع طبيب. ما يزور الطبيب يعني؟ لا إذا ما عنده وجع بصدره، أنا عم بحكي عن موضوع الخناق. تماما. إذا المريض ما عنده وجع بصدره ونمط حياته كويس وتحمله للجهد كويس، مراجعة دورية مبدئيا لموضوع الخناق ما في داعي له. حلو كثير. ألف شكر لكم دكتور محمد عبد القادر خليل، اختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية، خريج جامعة دمشق، ماجستير بالأمراض القلب والأوعية الدموية. ألف شكر لكم على الحضور الجميل. شكرا كثير لك أستاذ على الاستضافة، والله يعطيك ألف عافية. شكرا لك، شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر، شكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا، هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.